ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل مربى الجزر. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وازاي تخزنيها لفتره طويله من غير ما تبوظ منك او تفسد. لو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف المربى بتاعه الجزر بتاعتنا هنعملها ازاي. يلا بينا. جبت معايا حوالي كيلو من الجزر، خدته قشرته وغسلته كويس جدا، وبعدين بشرته بالمبشره اللي هي الناحيه الواسعه مش الضيقه، لحد ما بقى معايا بالشكل ده. حطيته بقى في الطبق كده. هضيف له نص كيلو من السكر، لان اي كيلو اي نوع من المربى، فاكهه، جزر، اي حاجه، الكيلو عليه نص كيلو من السكر. قلبيه كويس كده، شمعيه بالسكر لحد ما يختلط بيه. المفروض ان انا اخد الكلام ده كله اغطيه واحطه في التلاجة ابيته ليلة علشان ينزل السوائل اللي فيه. انا بقى عشان مستعجله عليه فهقلبه كده واحطه على النار على طول. علشان كده هضيف عليه ميه، لان لسه ما نزلش سوائل ولا اي حاجه. كده جبت الحله بتاعتي على النار ونزلت فيها الجزر بتاعي، وبعدين هجيب كوبايه صغيره من الميه مش اكتر، وهضيفها على الجزر. هسيبها بقى كده تاخد غلوة معايا، مش حاطه ميه كتير طبعا. هسيبها على النار، اعلي عليها النار على الاخر، وبعدين اهدي النار عليها. كده اخدت النار عالية عليها اهي، اخدت معايا اول غلوة. اهدي النار عليها على اهدى درجة علشان ما تتلسعش معايا. ابدأ بقى ان انا اشيل الريم او الرغاوي اللي فوق الوش علشان ما تفسدش المربى بتاعتي. خلاص كده شلت الريم وهديت النار خالص. اجيب بقى عصرة ليمونايه واحطها عليها، واسيبها بقى مع نفسها كده على نار هاديه. ومعايا هنا عصير واحد برتقانه بس، واحطها عليها يعني نص كوبايه. بتدي المربى الجزر بتديها ريحه جميله جدا وبتديها طعم تحفه. قلبي بقى كده، بعديها تاخدي غلوه، وبعديها اخد نص الكميه واضربها في الكبه علشان انا اعمل القوام بتاعها. لو انت حابه ان انت تضربي كميه المربى كلها مفيش اي مانع. كده انا ضربتها في الكبة ونزلتها تاني. اختلط القوام اللي هو الناعم بالخشن، بتدي يعني تيست جميل جدا للمربى. اسيبها بقى كده مع نفسها تتسبك على النار، على نار هاديه لحد ما تطيب. بعد كده خدت انا معلقه مربى علشان اشوفها استوت ولا لا، وسبتها تبرد. وبعدين شفتها كده، ميلت الطبق لقيتها مش بتنزل او بتسيح. كده هي طابت واستوت، وطفيت عليها النار. شايفين الحله ما فيهاش اي بواقي ولا اي حاجه لزقت من تحت، لاني كل فتره والتانيه كنت بقلبها. شايفين؟ خلاص بقى كده حطيناها في قلب البرطمان، وجميله جدا، وبالهنا والشفا، وجربوا وتسلم ايديا.